غلط سويته بحياتي ولو يرجع بي الزمن أرقع روحي 100 طراق وما أسوي هاي العملية وخص بذاك المكان. والله العلي العظيم الشيء القرف اللي شفته بعد العملية من كل شيء، من كل شيء، من كل شيء، وما أريد أحدد شيء. ليش عفتي كل المراكز اللي بأمريكا هم قريبين وجوارينك ويم بيتك، وعفتي كل شيء وعفتي كل شيء وراك، وهذا المسافة اللي بعيدة من أمريكا لإيران، وانتخبتي واختاريتي مركز وين إيران؟ أولاً بداية الحديث أني أقدم شكر الجزيل إلى مركز وكادر نوين إيران من الإدارة إلى أصغر موظف عندهم. ثانياً أني دوم أقولها جسمي وصحتي أهم شيء عندي بالعالم، فمن يوم أجي أقرر أعمل أي عملية تجميل whatever بجسمي أسوي أي عملية تجميل لازم أولاً تكون صحتي ممتازة، أختار المركز الممتاز، أختار الدكتور الممتاز، وأختار الكادر اللي يوفر لي الراحة النفسية والأجواء اللي يساعدني على إجراء هاي العملية بكل سلاسة وسهولة. لكن العملية الثانية مال بطني اليوم ورأسا أنا ورا شهر قلت لكم أنا كل شيء ما عاجبني، لا اللي اتفقنا عليه عاجبني، كل شيء ما صار اللي ردته اليوم ورأسا أنا ورا شهر قلت لكم أنا كل شيء ما عاجبني، لا اللي اتفقنا عليه عاجبني، كل شيء ما صار اللي ردته. أنا عندي مشكلة المكان كله اللي رحت له. أنا قلتها وأكررها، تجون المركز ناين إيران ما تحيرون كترجمة كشغل يقضون شغلكم، تقعدون تحطوا رجل على رجل. الشباب ما شاء الله حامد ومحمد يخلصوا لكم كل الشغل، الشغلات السريعة والشغلات الداخلية داخل السنتر. البنات حبيبات قلبي ما يقصرون، أتمنى لك كل التوفيق. ورجعت ورا شهر بالعراق وسألتوني قلت لكم ما عاجبتني، وتشهر بقيت بالعراق ووراها جيت لأمريكا والتزمني مدرب مال جيم، رحت دفعت فلوس وأكيد يستاهل جسمي، والتزمني لحد ما حافظت أني عليها، لأني اشتغلت وراها شغل وتعبت تعب، وذاك يوم وهذا يوم أني ملتزمة التزام مخيف بالأكل والجيم. تنزل بالرياضة والجيم بس مستحيل تروح، فنضطر نلجأ إلى عمليات التجميل حتى نشيلها ويكون جسمنا بهذا الجو. أحسن على هذا الجو طبعا. وطلعتوا ونشرتوا، شلون أنت تقولين ما عاجبتني وأنت طلعتي ورا 7 أيام لابسة تايجر وتقولين أوكي؟ هذا حبيبتي مو أوكي، هاي دا أقول لكم إنه أنا سويت العملية. أني اليوم إلي 7 أيام من عملية الشد البطن اللي هي التومي تاك، اللي هي الشد العضلي للبطن. هذا حبيبتي مو أوكي، هاي دا أقول لكم إنه أنا سويت العملية. هاي النتائج بعد 7 أيام من العملية. هذا حبيبتي مو أوكي، هاي دا أقول لكم إنه أنا سويت العملية. هاي النتائج بعد 7 أيام من العملية. ماكو منطق من طلعت ورا 7 أيام. هذا كان اتفاق إنه يابا تطلعون تقولون إنه إحنا الحمد لله بخير وصحة وسلامة، وهاي سوينا العملية. شوفوا النتائج اللي هاي بعد 7 أيام حتى نكون صريحين وواضحين وما نبالغ. الله فوق راسنا. 7 أيام صار لنا، ترى لا بعد الورم نازل، ترى الله وكيل مرمى الكبرني، لا الورم نازل ولا مستقر، وفقط بس كورسيلي بسنا ويناها. بس مو معناته انه هي نجحت او فشلت، النجاح والفشل بعد 6 اشهر ما شفت نتيجه، بعد سنه ما شفت نتيجه. هاي النتائج بعد 7 أيام من العملية في مركز نوين إيران. ما أتكلم ولا راح أحكي ولا راح تقولوا إنه تشاهدوني، بس تزوروني مرة واحدة بعد ما راح تصادقوا مع نوين إيران. جمالك يستاهل ويانا. كافي اقطع لا تطلع لي دور اسوي. اي واحد يروح ذاك المكان يجوز انت مصلخه وتصورين وتنشرين ما تدرين، لان اني شوف الشغلات النشرت ممنوع منعا باتا تنشر المفروض. بس حتى من ابني اجاني للمكان للمستشفى ناشرين شغلات ما يصير تنشر، يعني وهو ما يعرفون انه ابني ممنوع يطلع على السوشيال ميديا وما يرضى. ما يصير مش بيه ما يصير. يلا سوي شك توم كروز وما طلع. طبعا النيك مايك يخلوا لك اياه على مود التصوير اللي انت متفق عليه وياهم، تحكي تسولف. شي يسوون ورا ما يخلص المكان واللقاء ما يشيلوا لك النيك مايك، يخلونك تحكي حكي، يقولوا لك نسد التصوير خلاص بعد ماكو تصوير. الشيطان هنا قاعد هو وعائلته وعشيرته، انطي دروس اني. ويجيك نطيحه ابن مترديه وجه الطاوه،
يجيب التليفون ويصورك وانت قاعد تسولف بشغله انت والله العلي العظيم ما تدري. والسره مالتي هسه راح تشوف. هسه خلينا نشوف والله شنو. وعندك هاي هنا كلش مضوجني وسوري منطقة الخلفية هيك فيها مثل الأقجاد اثنين هيك كسرات. بعد كافي لأنه أني دا يصير علي نادين إحنا رحنا وعليك وهيك صار وهيك صار. أني ما مسؤولة. أنا رجعت ورا شهر طلعت وحكيت قلت لكم ما عاجبني. أنا حاليا في إيران وتحديدا في مشهد في مركز نوين إيرانا لصانعي الجمال في إيران وكل العالم. أنا لما لا راح أحكي ولا راح تقولون إنه تبالغين، بس تزوروهم مرة واحدة بعد ما راح تفارقوهم. مع نوين إيرانا جمالك يزداد ويانا. رعنا بنت الأرعن على الأبو